السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه حبايبي؟ وحشتوني حبايبي الحلوين. عاملين ايه؟ احنا لسه صاحيين اهو وكده، وهوريكم بقى هنبتدي يومنا ازاي. انا بصراحة يعني النهاردة نفسي راحة كده ان انا افطر طعمية. بعت ابني يجيب لي ب10 جنيه عجينة طعمية، قلت هقليها احسن من عك بره وكده. احنا مش عارفين برضك بيتقلي بزيت عامل ازاي بره. اهي ابني اشترى لي العجينه، ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم من كل شر وكل سوء. هنا جاب عجينه اهو، انا جايبه طبق فيه سمسم وكده. وهوريكم هقليها ازاي. هنا كنت بقلبها حلو لان العجينه طبعا بتيجي طريه من عند الراجل وكده. انا بصراحه ما كنتش عارفه اتحكم فيها لانها كانت طريه جدا يعني. انا هنا حطيت على الوش سمسم زي ما انتوا شايفين. هي بصراحة طلعت متشكلة حبة دوريات وحبة طوال كده، فهو اي حاجة ناعمة يعني. بس بصراحة يعني ما شاء الله لونها ذهبي وجميل معايا. هنا وانا بعملها معاكم بقلبها. انا بحب الطعمية وهي لونها ذهبي قوي كده. هنا انا خلصتها وقليتها بوريها لكم. طبعا كنا مستعجلين وكده عايزين نفطر وكده، لان اللي كان رايح شغله واللي وراه اللي عايز يروح دروس واللي عايز يروق كده يعني. عندي انا زي ما قلت لكم عندي ابن ردعوا له كده ان هو في ثانويه عامه، هو واللي زيه ربنا معاهم وكده، فكان عنده دروس. فانا كنت مستعجله على الفطار. ودي جبنه قديمه اللي هي المشه عاملاها بطماطم وفلفل، وده خيار مقشراه مقطعه حلقات وكده، وقلي بيض. انا بصراحه يعني سبحان الله انا صحيت النهارده نفسي في الطعميه مع ان انا مش باكلها لان هي تقيله اصلا وصعبه الهضم. هنا بقى انا كنت خلاص فطرنا وشطبت المطبخ. شغلت الغساله، حطيت غسيل زي ما انتوا شايفين وكده. هنا بشغل التايمر بتاعها. اليوم بيجري بسرعه طبعا زي ما انتوا عارفين يا حبايبي. هنا اهو الغساله شغلتها معاكم. طبعا انا هروق النهارده وكده، هنضف الشقه لان انا من زمان ما عملتش فيها حاجه من بعد العيد بصراحه. لان الفتره بتاعه الجو حر اللي كان الجو حر فيها دي انا ما كنتش بقدر اعمل حاجه. وانا بصراحه يعني من النوع اللي ولا اقدر اشتغل في الساعه اللي هي الساعه قوي قوي دي، ما اقدرش ان انا انضف فيها. وفي نفس الوقت الجو الحر ده يعني برضك ما بقدرش اشتغل فيه، مش بستحمل. هنا بقى كان غسيل كنت لماه وكده هطبقه معاكم. وكتب مرميه وكده على الركنه ولعب وورق وكلام من ده. هنا هروق معاكم ونشوف الدنيا فيها ايه. انا طبعا عندي السجاد نظيف وكده وكنت لفاه ومنفضاه، قلت هفرشه كده لما امسح الشقة. هنا افتح الشباك اهو هوي. طبعا انا عندي كان عندي شاشة غير دي، بس يعني يلا الحمد لله اتحرقت وكده باظت، فالحمد لله. دي كانت عندي في اوضة الاطفال وكده، طلعتها اضطريت ان انا احطها مكان التانية. هنا الدنيا تضرب تقلب. انا عايزه بنات كده، البنات الصغننين الحلوين اللي هم لسه داخلين يعني على جواز وكده، انا عايزه انصحهم ان هم ينظفوا شققهم اول باول، ما يسيبوش مواعين في الحوض، يهتموا بنفسهم، يهتموا ببيتهم، يهتموا باول يعني بنظافتهم، يهتموا بكل حاجه، بحيث ان هم ايه يطلعوا حلوين كده، ستات بيوت شاطرين وكده، وربنا يحفظهم يحفظنا يا رب اللهم امين. هنا هو انا بطبق الغسيل طبعا فيه ملايات وفوط وهدوم الاولاد. انا من النوع اللي مش بحب اكوم غسيل وكده بصراحه، لان طبعا الغسيل كل ما بنكومه بيتكسر وما يبقاش حلو، يبقى منظره مش حلو. ما لو ملايه ولا حاجه بنطلعها نفردها على السرير بتبقى متكرمشه كده متكسره، شكلها مش حلو وكويس. فانا احب اعمل حاجتي اول باول. ربنا يدينا الصحه يا رب.
هنا طبعا الالعاب اللي مرميه على الارض دي العاب ابني الصغير. بصراحه هو مزهقني يعني وكده، كل شويه العاب العاب، انا اللي بمشي الم ورا كل حاجه. هنا لميت الدنيا الحمد لله. انا بصراحه يعني انا كنت الاول كل يوم كنت بروق، بس زي ما قلت لكم ان الجو حر، فانا يعني ابتديت ان انا اعمل كل يومين، يعني انضف كل يومين وكده، اروق كل يومين وخلاص. هنا كنت لميت الحاجه، هكنس معاكم بقى. هنا بكنس اهو. ابني كل شويه يجيب طيارات، الطيارات اللي هي الاكياس دي، وحابه يعمل اللي هو الديل من ورق، وحابه يعملوا ديل اللي هو الكيس وكده. ربنا يحفظهم يا رب. بصراحه الواحد بيخاف عليهم، يعني ان هم يروحوا جنب يطلعوا على السطح او كده، يعني الواحد بيخاف عليهم، ربنا يحفظهم يا رب. فياريت ان احنا لما اولادنا يجوا مثلا يطيروا طيارات من بلكونات، يطيروا على السطوح كده، يعني نقول لهم ابعدوا عن السور، ربنا يحفظهم ويهديهم يا رب. هو بصراحه مزهقني، يعني مش عارفه اعمل ايه. انا بصراحه احب اكنس كده مع نفسي واروق، والدنيا رايقه كده ومفيش ولا عيل معايا في البيت، ببقى واخده راحتي كده والشغلانه بتخلص بسرعه. انما طبعا طول ما الاولاد ربنا يهديهم يا رب ويحفظهم قاعدين وكده، ما بنعرفش نعمل حاجه. يجي العيل يطلع في الصاله، يطلع في اي حته، يطلع من اوضه، الواحد بيقعد يصوت لهم بصراحه. انا مش بستحمل كده، بيقعدوا ياخدوا برجليهم ويبهدلوا الدنيا بيها. هنا كنت كنست الصلاه معاكم. طبعا زي ما انتوا شايفين انا بتعب ازاي، ريت لايك واشتراك في القناة وكده، لان انا بدعمكم بيا، يعني انتوا بتشجعوني ان انا اعمل فيديوهات وكده، وبتحفزوني ان انا اكون معاكم كل يوم. هنا بقى انا كنت كنست خلصته كده. هنا جايبه جردل فيه ميه، انا بصراحه جايبه ده ميه على ديتول على حبه يعني اريال صغيرين وكده. هنا بعد ما كنست بمسح بالشرشوبه. طبعا البيوت اللي فيها اطفال وكده واولاد، ربنا يحفظهم يا رب ويخليهم، طبعا على طول دي كل شوية بننظف بنروق كده يعني. بصراحة لما بيكون الجو حر برضك بنلاقي المية ان هي ضعيفة، لا اما مقطوعة. هنا انا كنت خلصت مسح وكده، وزي ما انتم شايفين اهو البلاط معايا بيلمع اهو الحمد لله. هنا السجادة انا كنت زي ما قلت لكم منفضاه ولفاه. هفرش كل حاجة معاكم. هنا فرشت وكده، ولازم بحط ملايات وكده، لان انا عندي اولادي ربنا يخليهم، يعني حبة بيطلعوا على السطح يلعبوا، حبة ينزلوا الشارع مع اصحابهم يلعبوا، فبيطلعوا طبعا رجلهم مش نظيفة، فانا لازم بفرش لهم حاجة على السجاد، ملايات نظيفة وكده. الملايات دي عندي قديمة وكده، يعني انا مش شاريها افرشها على السجاد، دي ملايات قديمة عندي. هنا انا كنت خلصت. سبحان الله، اول ما الواحد بيروق وكده وينظف تحس براحه نفسيه كده، بالذات بقى بعد ما تخلصي وتضلمي الشقه وترش معطر، دي الدنيا وما فيها بصراحه. هنا انا كنت خلصت معاكم. بصراحه يعني هو الواحد تعب، بس يلا الحمد لله. هنا بقى انا كنت الغسيل في الغساله خلص، هطلعه وهخش انشره. هنا كنت خلصت الجزء التاني من الصاله اهو. وهنا كنت برش معطر. ارجو بقى يا حلوين كده اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.